الذي كنت أؤكده طوال هذه الليلة هو أن الكتب لم تحفظ، وأنت بسؤالك تلح على نفس المسألة. الكتب لم تحفظ، ولو كانت قد حفظت لكانت أهلا للاعتراف بها. وما الذي حفظ منها؟ إن الموجود فيها أدى إلى كل هذه المفاسد، مثل ذلك النص الإباحي الذي تحديت أن تقرأه. كان لدى أخي 10 دقائق، أكثر من الوقت الكافي لقراءة هذا الجزء اليسير من سفر حزقيال. لقد قلت إن أحدا لن يجرؤ على قراءته في كنيسته، وقلت إنك لن تجرؤ على قراءته، والسبب أنه ليس من عند الله، ولو كان من عند الله ما خجلت منه. إذا كان الله العلي القدير لم يستحي من تنزيل تفاصيل دعارة هاتين الأختين، فلماذا تستحي أنت؟ هل أنت أكثر ورعا من الله؟ هذا ما توحي به، أنك ورع إلى الحد الذي لا تجرؤ معه أن تلفظ به، لكن الله العلي القدير ردده. فهل أنت أقدس من الله؟ بالطبع لا. حقيقة الأمر أنه ليس كلمة الله، وأن الكتب قد حرفت، وأن التوراة التي تتحدث عنها ليست العهد القديم. ثم إنك تقول إن الإنجيل قد كتبه 40 مؤلفا، 40 شخصا كتبوا الإنجيل. ونحن حين نقول إننا نؤمن بالتوراة فإننا نعني ما أنزله الله على موسى، لكن الله لم ينزل هذا الكتاب. والأخ سوجر يعترف أن الجزء الوحيد الذي كتبه الله هو تلك الألواح التي دمرها موسى ورماها. أما الكتب ال5 الأخرى فلو كانت قد كتبت على ألواح حجرية لاحتجنا إلى ناطحة سحاب لحفظها. أين إذن احتفظ بها موسى؟ التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، أين احتفظ بها؟ إن هذه ليست كتب موسى، فليس لدى موسى ما يدعوه لتحقير أخيه النبي لوط أنه اقترف الزنا مع ابنتيه. ولماذا؟ وراؤوبين أحد أبناء يعقوب يرتكب الزنا مع أمه. ولماذا؟ ويهوذا أبو الجنس اليهودي الذي اشتقت من اسمه كلمة اليهودية يرتكب المحرمات مع زوجة ابنه على قارعة الطريق في طريقه إلى تمنة. رأى هذه المرأة جالسة على جانب الطريق فقال لها دعيني أدخل بك، فقالت ماذا تعطيني؟ فقال لها جديا من القطيع، فقالت وما الضمان؟ فقال لها وما الضمان الذي تطلبين؟ فقالت ختمك وسوارك وعصاك، فأعطاها الشيخ ما طلبت ودخل بها بزوجة ابنه، وولدت له توأمين فارس وزارح اللذين تضعونهما في شجرة نسب عيسى، وهما أولاد زنا المحارم تعتبرونهما أجداد عيسى المسيح. يقول متى 1:1 هذا نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، وإبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من تمارة. ارجعوا إلى مصادركم. يخبركم سفر التكوين الإصحاح 38 أن الحمى ارتكب المحرمات مع زوجة ابنه التي ولدت له طفلي زنا، فنال شرف أن يكون أجداد عيسى المسيح. أريد أن أعرف كيف يذكر هذا في كتاب من عند الله؟ كيف يذكر هذا عن نسب امرئ لا نسب له أصلا؟ هل للسيد سوجر أن يستجيب لطلب السيد ديدات فيقرأ الفقرات المعينة من الإنجيل؟ يخيل إلي أن المقصود هي تلك الفقرات التي تحداك الأخ ديدات أن تقرأها خلال حديثه. يبدو أن السيد ديدات يعاني من مشكلة الرد على أسئلة لم تطرح أبدا. حزقيال 23 ونزلت علي كلمة الرب قائلا يا ابن آدم كانت هناك امرأتان ابنتا أم واحدة مارست البغاء في مصر، مارست الدعارة في صباهما، وهناك دغدغت نهودهما، وهناك زغزغت وفضت بكرتهما، واسمهما أهولة وهي الكبرى، وأهولبا أختها، وكانتا لي، وأنجبتا بنين وبنات، وهكذا كان اسماهما. السامرة هي أهولة، وأورشليم أهولبا. انغمست أهولة في الدعارة بينما كانت ملكي، وشغفت بعشاقها الأشوريين جيرانها في ثيابهم الزرقاء، قادة عسكريين وولاة،
جميعهم شبان مثيرون للشهوة، فرسان يركبون الخيل. هكذا ارتكبت دعارتها معهم جميعا مع الصفوة من الأشوريين، مع جميع عشاقها الذين شغفت بهم، ومع أوثانهم دنست نفسها، ولم تتخلى عن عهرها الذي عرفته في مصر، لأنهم في صباها ضاجعوها وزغزغوا وفضوا عذريتها وسكبوا عليها زناهم. لذلك سلمتها إلى أيدي عشاقها، إلى أيدي الأشوريين الذين شغفت بهم، وهؤلاء كشفوا عورتها وأخذوا أبناءها وبناتها وذبحوها بالسيف، فصارت مشهورة بين النساء لأنهم نفذوا فيها حكمهم. فلما رأت أختها أهولبا ذلك كانت في عشقها وزناها أكثر فسادا من أختها، وشغفت بعشاقها الأشوريين جيرانها قادة عسكريين وولاة في ثيابهم الفاخرة، فرسانا يركبون الخيل، جميعهم شبان مثيرون للشهوة. فرأيت أنها قد تدنست، وأن كليهما سلكتا طريقا واحدة، وأنها زادت من عهرها، لأنها لما شاهدت رجالا مصورين على الحائط صور الكلدانيين المفضضة، وقد تمنطقوا فوق عوراتهم بما يبرزها، وأسدلوا عمائمهم الفاخرة على رؤوسهم، وبدوا للناظر أمراء أشبه بالبابليين. هل تريد المزيد؟